الأماكن التي تفوح منها رائحة الوداع تبقى عالقة في ذهنك للأبد. بعد مرور الوقت أدركنا أننا نعاصر كائن غريب لا توجد أوسمة الاستسلام على قاموسه، كائن لا يسقطه انتقاد ولا يرفع من شأنه مادح، لا توقفه حجم الخسائر ولا يكتفي بعد كل انتصار، متفاني ينهض دائما بعد كل سقوط، يقدس ذاته ولا يستنقص من شأن نفسه. كريستيانو رونالدو الذي غادرنا باكيا مهزوما يجر أذيال الخذلان خلفه. في لحظة اعتقد الجميع أنها الحلقة الأخيرة والسقوط إلى ما لا نهاية. قالوا انتهى زمن الكبرياء في مانشستر يونايتد، وانتهت ليالي التعجرف في ريال مدريد. غادر الفتى المراهق الذي بداخله وشارف على سنوات الكهولة فعاد أرقاه. العمر لم يكن وسيلة لإيقاف الدون، أيضا لم يكن مجرد رقم. الأرقام ليست في أبجدية رونالدو. ترك أوروبا مرهقا أشبه بفصل الختام متجها نحو الشرق الأوسط. ظن ذهابه إلى منحدر النسيان وتعلقه بالثقافة العربية بعيدا عن صخب أوروبا سوف يفقد وزنه إعلاميا. في موسم 2023 عاد لكم رونالدو بنسخة من الزمن الجميل، وأصبح أكثر لاعب يساهم في عدد الأهداف، بل في المقابل أوروبا ذهبت إلى الشرق الأوسط. كن مثل كريستيانو رونالدو، حاول ألا تستسلم.